الموضوع اللي انا كنت متأكد انه هيتقال. الموضوع كبير وفكرة انك تناقشه من غير ما تعك جامد قوي قوي قوي، فكرة مش سهلة يعني مش سهل انك تتكلم في الموضوع ده من غير ما فعلا فعلا تعك عك غير عادي يعني. بص يا حمزة، انا للاسف يعني هحكي لك حكاية طويلة شوية، فارجو اني ما بقاش ممل وما زهقكش وما زهقش الناس اللي بتسمع يعني. ارجو ذلك يعني. آه بص يا سيدي، ببساطة شديدة هحاول أبسط لك الأمور قدر الإمكان. هي مش بسيطة بس أنا هحاول أبسطها قدر الإمكان. دلوقتي في نادي في مصر، النادي ده بيشجعه أغلبية، أغلبية كاسحة. أوكي، ده المعلومة رقم واحد. معلومة رقم اتنين، الناس اللي بيشجعوا هذا النادي غضبهم من أي شيء، غضبهم من أي شيء، سواء عندهم حق أو ما عندهمش حق. هم أحيانا بيبقى عندهم حق وأحيانا مش بيبقاش عندهم حق، بس في الحالتين ما بتفرقش. غضبهم من أي شيء بيؤدي إلى حالة اضطراب وارتباك. غضب، اضطراب، ارتباك، ودي حاجات مرفوضة تماما. محدش عايز لا غضب ولا ارتباك ولا أي شيء. فلو أنت إعلامي مثلا وبتتعامل مع هذا النادي، فأنت عادة هتحاول إما تاخد صفه أو على الأقل ما تزعلوش. طب لو أنت زعلته، بفرض إن أنت إنسان طبيعي يعني مش بتزعله، أنت بتقول اللي أنت شايفه، واللي شايفه ده هو اللي بيزعل هذا الجمهور. طبعا أي حد تاني بيحاول يزعل، يعني أي حد بيحاول يزعل أي جمهور متعمدا هو شخص تافه ببساطة شديدة يعني. بس هنفترض ان انت بتقول حاجات انت مقتنع بيها، وتصادف ان الحاجات دي بتزعل الناس دي، فسيادتك هتتحط في موقف صعب. ليه موقف صعب؟ لان اولا انت كاعلامي تقدم منتج للناس. الناس دول في قطاع كبير جدا جدا منهم هيهاجمك، هيشتمك، وهيحاول يشوه سمعتك، وهيعيشك في جحيم. اوكي، طيب هنفترض ان انت نجحت بطريقة ما انك تقاوم كل ده. كفايه؟ لا مش كفايه. المكان اللي انت بتشتغل فيه هيقول لك بعد اذنك انت ما ينفعش تحطني في مشاكل مع كل الناس دي، لان الناس دي كتير جدا. فلو سمحت يا تبطل، يا تاخد بالك منهم، يا ما تزعلهمش، يا ما انت شخصيا هتمشي. اوكي، طيب ليه اللي بيقول لك يا ما تزعلهمش يا تمشي؟ ليه هو بيقول لك كده؟ لان هو نفسه بيشجع نادي؟ لا، هو مش مهم عنده يكون بيشجع ولا ما بيشجعش، بس هو لو حصل دوشه كتير، لو الدوشه دي تخطت حاجز معين، الشخص نفسه اللي بيقول لك ده هو نفسه مش هيبقى موجود في مكانه. يعني هو نفسه هيمشي، هيجي حد اكبر منه يقول له انت عامل لي دوشه هنا ليه؟ هو انا ليه سامع دوشه خارجه من عندك؟ احنا شعارنا الاول مش عايزين دوشه، عايزين هدوء. تسمع الكلمه دي كم مره في التلفزيون؟ عايزين هدوء، عايزين هدوء، عايزين هدوء. ما هو الهدوء؟ ان هذه الاغلبيه الكاسحه ما تتضايقش من حاجه. تمام؟ فانت سيادتك اما انك طوعيه عند اول اختبار، وهو اختبار الناس اللي هتهاجمك وهتشوه سمعتك وهتدور وراك، اما هتلصق كلام على لسانك انت ما قلتوش، حصلت معايا شخصيا، او هتحاول تشوه سمعتك وتقلب وراك يمكن تلاقي اي حاجه، حصلت معايا برضو، او الى اخره. هتلاقي نفسك مش عايش حياه سويه، حياه طبيعيه، حياه انت بتمارس فيها شغلك، وفي ناس والله بتعجبها الكلام وناس ما بيعجبهاش الكلام. لا لا لا، انت في حرب. ففي ناس عند اول اختبار بيقول لك لا يا عم انا مش عايز حرب، فما تزعلش الناس دي، راضيهم. تمام؟ حتى هنفترض ان انت قبلت بهذه الحرب، قلت لا انا برضه هعمل اللي انا شايفه، هعمل اللي انا مقتنع بيه، وهاخد هذه الحرب. اللي مشغلك شخصيا مش هيتحمل هذه الحرب. يعني لو انت قلت انا موافق، هو مش موافق. ليه هو مش موافق؟ لان هو موظف. لو المنطقه اللي هو شغال فيها هذا الموظف طلع منها دوشه، هو شخصيا هيمشي. في حد هيرفع عليه سماعه التليفون لا هيبقى عايز يعرف ايه اللي حصل، ولا هيبقى عايز يعرف ايه الصح ولا ايه الغلط ولا ايه كذا، وهل الناس دي اشتغلت بمهنيه ولا ما اشتغلتش بمهنيه، غلطت ولا ما غلطتش، مش مهم، مش مهم، المهم ان في دوشه. فهو نفسه هيمشي. قيس بقى الكلام ده على كل المسؤولين في كل القطاعات. اللي هيجي من عنده دوشه يا جماعه هيمشي. فمحدش عايز يجي من عنده دوشه. فالناس كلها بتختار نفس الاختيار، وهو ما تزعلش الاغلبيه، لان الاغلبيه هتعيشك في صداع. طيب، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان هذه الاغلبيه موقف ورا موقف، حكايه ورا حكايه، يوم ورا يوم، بتبتدي تحس ان هم فعلا
بيكتسبوا قوه غير عاديه. احنا نقدر نعمل اي حاجه، مش مهم هي صح ولا غلط، مش مهم هي حقنا ولا مش حقنا، مش مهم هي عدل ولا ظلم. احنا نقدر نعمل اي حاجه، نقدر نعمل اي حاجه وهتعدي. سواء الجمهور او النادي نفسه او لعيبه النادي او اي حد بينتمي الى هذه المؤسسه، احنا نقدر نعمل اي حاجه وهتعدي. وفي جيوش جحافل من البشر هتبرر لنا اللي احنا بنعمله. فاحنا مش بس هنبقى بنعمل اللي احنا عايزينه، لا ده احنا هنبقى بنعمل اللي احنا عايزينه وهيتم تبييض صورتنا كمان. فده بيخلي الناس برضو غير الجمهور بقى اللي اكتسب قوة غير عادية وإحساس بالاستحقاق، ده بيخلي الناس نفسها اللي بتلعب في هذا النادي أو بتمثل هذا النادي عندها نفس الشعور بالاستحقاق، عندهم نفس الإحساس إن هم يقدروا يعملوا أي حاجة في الدنيا، لأن محدش يقدر يزعلهم، لأن اللي بيزعلهم بيحط نفسه في مرمى النيران الشعبية والرسمية. الشعبية من خلال عدد كبير من الناس هيخلوا حياتك جحيم، والرسمية لأن مفيش حد هيستحمل يبقى فيه دوشة. محدش عايز دوشة، محدش عايز اضطراب. تمام. فده هيكون نتيجته ايه بقى؟ دلوقتي عندك جمهور حاسس بالاستحقاق، حاسس يقدر يعمل اي حاجه ويقول اي حاجه ويمارس اي شيء، وفي ناس بتمثل هذا النادي عندهم نفس الاحساس، احنا نقدر نعمل اي حاجه ونقول اي حاجه ونمارس اي شيء، وفي الحالتين الموضوع هيعدي. اوكي. هتكتشف بعد كده بقى ان في تصرفات ممكن يعملها لاعب ما كانش ممكن يعملها لو كان لابس تيشرت تاني، بس هو حاسس ان هو لابس تيشرت ده يقدر يعمل اي حاجه. مليون واحد ورايا، مليون ايه سوري، 30 40 50 مليون واحد ورايا، مين هيقدر يقف قدام كل دول؟ ففي الحاله دي هو مش بيكتسب قوته من نفسه، هو بيكتسب قوته بان في 50 مليون واحد ورايا. اقصى حاجه هتتقال يعني لما حد يبقى ضميره مزعله يقول لك والله تصرف سيء، بس كده. ليه؟ لانك لو قلت اكتر من كده هتعرض نفسك لحرب مع كل هذه الجحافل، والجحافل دي ما بتعرفش خير من شر، عدل من ظلم. بيعرفوا احنا واحنا بس اللي احنا عايزينه يحصل، اللي في صفنا صح، اللي مش في صفنا غلط. وكل الناس ولاد كلب، اي حد مش معانا هو ابن كلب. وتقدر تقيسها على كل الناس. يعني انت في نظر هذه الاغلبيه حاجه من اتنين: اما انك تخسر تحط الجزمه في بقك وتسكت، او لو انت بتؤدي الى اي خطوره من اي نوع فهنعمل لك حاجه. انت لعيب كويس زي فرجاني مثلا، حصلت مشكله بينك وبين الحكم، المشكله دي هتتضرب في 20,000، وهيطلع ناس تقول لك المفروض يترحل. يترحل، سامع الكلمه؟ يترحل. والكلام ده يعدي عادي جدا، محدش حتى يقول للراجل ده مثلا عيب اللي انت بتقوله، الكلام ملوش، لا لا عادي. اوكي. انا مش بتكلم عن شيكابالا، شيكابالا فيه مناوشات والدنيا يقول لك لا اصل ده بدأ، لا اصل لا لا لا، اركن شيكابالا على جنب خالص. والناس اللي راحت له راحت مقابر انسى انسى كل الكلام ده. حازم امام اللي هو عمره يعني ما ضايق حد ولا زعل حد، في لحظه ما الناس كلها بقت ضده. ايه المصيبه الكارثه اللي عملها حازم؟ ما تعرفش، ما تعرفش. فمفيش وسيله انك تعيش حياه امنه والناس دي مش عاجبها وانت مضايق الناس دي. طب ايه السبيل انك تضايقهم، انك ما تضايقهمش؟ انك ما تقولش اي حاجه تضايقهم. هم اقل حاجه بتضايقهم، ليه؟ لانهم عندهم شعور بالاستحقاق انت عمرك ما تتخيله في حياتك. هو فعليا مش فاتح التلفزيون يتفرج عليك، هو عامل زي مراقب، هو جاي بيراقبك انت ماشي على الخط ولا تمام. نطلق عليك هنا لقب المحترم، المحلل المحترم، المذيع المحترم، الاعلامي المحترم. يعني ايه محترم في مصر؟ يعني ما بيزعلش الناس دي. اوكي. ده المحترم. اي حد تاني بيقول اي حاجه مهما كان، يعني الراجل ده بيتكلم مهما كان ما بيغلطش مثلا، مهما كان بيتحرى الدقه، مهما كان اخطائه قليله. طب ما فيش حد ما بيغلطش، كلمه سوري على كلمه ما بيغلطش دي، كل الناس بتغلط. بس مهما كانت اخطائه عفويه، مهما كان الشخص ده مش مفتري، مش مدعي، مش كذاب، مش مجرد انك قلت حاجه ما بتضايقنيش انت في مرمى النيران. فالنهايه يعني فصل النهايه في هذه المسرحيه، اما انت معاهم او انت هتتبهدل، او انت تافه مالكش لازمه. يعني لو انت تافه ومالكش لازمه وبتخسر تاخد على وشك، ده محدش هيجي ناحيتك.
لكن لو انت ليك اي شكل، مش هقول ان انت جامد وبتكسب بتاع، ليك شكل، ليك بس اي حاجه، لن تنجو، لن تنجو. والناس دي كل يوم بيعدي عليهم بيكتسبوا قوه اكبر، لان هم اصل احنا ما فيش حد قدر يعمل لنا حاجه، احنا اللي عايزينه بيحصل اجلا ام عاجلا بيحصل. احنا بنطالب بالشيء، ساعات نقعد فيه يوم واحد فيحصل، ساعات نقعد فيه 6 شهور هيحصل برضه في الاخر. فالمساله طالت او قصرت مش مهم، المهم ان احنا اللي احنا عايزينه هيحصل في الاخر، هيحصل في الاخر. احنا هنسبب قدر كافي من الدوشه بان محدش هيقدر يقف ضدنا، هيحصل اللي احنا عايزينه. انا عشان كده لما كنت بقول للناس بتتفرجوا على ايه يا جماعه، المفروض يعني اشتروا دماغكم واشتروا اعصابكم واشتروا بتاع، لان دي نتيجه حتميه. انت لما تبقى عارف قواعد الجيم خلاص، انت يعني خلاص، هي قواعد الجيم واضحه. مش مطلوب يحصل دوشه، مش عايزين دوشه، مش عايزين صداع. في ناس بتسبب الدوشه كل ما تتضايق، اذا الاجابه النهائيه محدش يضايق الناس دي عشان مش عايزين دوشه. هل ما حدش يضايقهم خالص؟ لا، ممكن يتضايقوا شويه بتاع، بس عند درجه معينه لو اتضايقوا خلاص تشينج، غير الواقع. لو الواقع الحالي مضايقهم لدرجه صعبه، يعني الناس بدات بقى يعني خلاص اتجننت بقى، خلاص متضايقين جدا، غير الواقع بما يرضيهم، هديوا الحمد لله. كل الناس في الاخر موظفين، كل الناس موظفين، وكل موظف هدفه الاول قبل انه ينجح، قبل انه يعمل شيء جيد، انه انه اصلا يفضل موجود في مكانه. لو انت ضايقت الناس دي مش هتبقى موجود في مكانك، فما حدش عايز يضايق الناس دي باي شكل من الاشكال، والناس بقت تتسابق على ارضائهم. الموضوع بسيط جدا. في ناس تسمع الكلام ده يقول لك يعني انت عايز تقول بقى ان الزمالك ده ارض الله المختار؟ ده الزمالك نادي مليان مصايب. انا ما اقولش ان الزمالك ارض الله المختار، ولا شعب الله المختار، ولا مش عارف جمهور الصفوه، ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا اصلا مش مقتنع ان يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا وبني ادم تاني عايشين مع بعض في نفس البلد، ممكن نكون رحنا نفس المدرسه، عشنا نفس الظروف، بس انا طلعت حاجه هو طلع حاجه لان انا بشجع نادي هو بيشجع نادي. لا، هو احنا نفس البني ادمين. هو كل ما في الموضوع ان في هذه المساحه من حياتك اللي هي تشجيع الكوره، في شخص اكتسب قوه غير عاديه بتعوضه عن حاجات تانية، يعني اكتسب قوه غير عاديه واكتسب احساس ان هو اللي هو عايزه هيحصل. هو بس محتاج يزود العيار شويه، يزود العيار كمان، زود كمان وكمان، في الاخر اللي هو عايزه هيحصل. وقيس كده على كده، يعني قيس على كده، ارجع بس بالذاكره. الناس بتنسى بس. هي مشكله الناس انها بتصحى كل يوم الصبح كانه ده اول يوم. لا، هو ده مش اول يوم. افتكر اللي حصل. الناس دي زعلت من مين قبل كده، وزعلت من مين قبل كده، والناس دي كلها كانت مصايرها ايه، او اتعرضت لايه. هتعرف كل حاجه يعني، هتعرف كل حاجه يعني. الشيء بقى المحزن اكتر، يعني كل ده شيء احنا عارفينه خلاص، تمام، او انا عارفه، مش عايز اقول احنا، يعني مش بفرض حاجه على حد، ده شيء انا عارفه يعني. الشيء المحزن بقى جدا ان في ناس محترمين فعلا شافوا موقف زي اللي حصل امبارح ده وطلعوا يبرروا. ده شيء حزين جدا بقى. يعني انت عارف انك لو فتحت بقك في جحافل هتاكلك، يا سيدي اسكت. يعني ما تقدرش تطالب الناس بانهم يبقوا كلهم شجعان وجبابرة ويقفوا في وش المش عارف ايه وبتاع. لا، ما تقدرش تطالب الناس بكده، يعني اي حد بيطالب الناس بكده هو فعلا بيزايد. وبعدين ما تقدرش تطالب حد يعمل حاجة تمنها غالي في حين ان هو اللي هيدفع الثمن وانت مش هتدفعه. يعني دي مزايدة فارغة. بس فعلا في ناس محترمين، اعتقد يعني ان هم محترمين، شافوا موقف اللي حصل ده، موقف مليان استقواء على حد ضعيف، موقف ضعيف جدا، وقالوا عادي، عادي، يعني مفيش مشاكل. ما كانش عندهم مشكلة ان هم يطلعوا يبرروا الكلام ده. او الناس اللي فضلت ساكتة شوية، اللي هو مش عارفين، مش لاقيين مخرج وبتاع، انا بص ده بص راسه. لا، اصل مش عارف، اصل باهر المحمدي مش عارف عمل إيه. انا ما كنتش اعرف ايه لقطة باهر المحمدي دي، انا سمعت عنها كتير بس ما كنتش اعرفها، لغاية ما لقيت حد بيعرضها جيت اتفرج عليها. يا نهار اسود، انتوا بتقارنوا دي بدي للدرجة دي يا جماعة؟ يعني يعني تشجيع النادي ده لحس مخكم خلاص؟ يعني انت
قادر بينك وبين نفسك كده تقارن دي بدي؟ يعني انا فاهم ان كلنا بننحاز، ولما بننحاز ما بنبقاش منصفين 100%، وانا ساعات بعمل كده اكيد، وانت ساعات بتعمل كده اكيد، كلنا بنقع في الفخ ده، كلنا بنقع في الفخ ده، تبقى منحاز لطرف على طرف، الحقيقه اصلا بتتشوه في عينك، تبتدي تشوف حاجات لصالح الشيء اللي انت بتحبه، او بتشوف حاجات اكتر ضد الشيء اللي انت ما بتحبوش. مفهوم. بس في حاجات واضحه قوي، يعني المفروض ان حتى لو عندك قدر من الانحياز فالموقف اكبر من هذا القدر من الانحياز. لا، في ناس عادي شافت الكلام ده، في ناس قالت لك ما بعد الاساءات اللي شافها، ايه هي الاساءات اللي شافها حسين الشحات؟ ايه هي الاساءات اللي حصلت لحسين الشحات؟ محدش يعرف، بس هو طالما ضربه يبقى في اساءات، واحنا شايفين ان ده. بعدين طبعا الخطوه اللي بعدها ان الناس هتسيب الموقف وتتكلم على ردود الفعل. يعني مثلا يسيب الموقف نفسه وبعدين يقول لك انتوا يا جماعه بتجيبوا سيره المغرب ليه؟ ده المغرب شعب شقيق، ما حدش جاب سيره المغرب يعني، ولو حاجه جاب سيره المغرب. طب الموقف نفسه يا جماعه، ما هو الموقف نفسه ده لو في قرار ما حدش هيبقى بيجيب سيره اي حد في أي. بس هو الفكره ببساطه شديده يعني ان المفروض ان الناس بيفصل بينها قانون. ايه اللي بيحمي الناس من بعض؟ الناس مش ملايكه، طب ايه اللي بيحميهم من بعض؟ قانون. لو القانون ده الطريقه اللي بيطبق بيها القانون، بيتبقى بقى شيء واحد: ضمير. اللي هو انا اقدر قانونا اقهرك، بس انا مش هقهرك لان انا عندي ضمير، احس ان لا يعني ما ينفعش اعمل كده. ده كمان بدأ يموت. الناس بقى في احساس عام ان اي حد يقدر يعمل اي حاجه، اي حد عايز يعمل اي حاجه يعملها، اي حد عايز يشوه اي حد يشوهه، اي حد عايز يقول كلام على لسانك انت ما قلتوش يقوله، اي حد عايز يورطك في مصيبه حتى يورطك. ليه؟ اصلا انا بشجع النادي. يا اخي يلعن ابو كل الانديه، يلعن ابو الكوره شخصيا، اللي بتحول بني ادم لزومبي. زومبي. زومبي. شخص عقل بلا إنسانية بلا ضمير بلا، لدرجة إنه مش بس متصالح أو مش بس قابل إنه يشوف مشاهد سيئة، لا ده متصالح جدا مع إنه يخش يدافع عنها. ليه؟ أصل ده بيمثل النادي اللي أنا بشجعه. يخرب بيت أم الأندية كلها يا أخي. نادي إيه وقرف إيه وكورة إيه اللي هتحولك إلى من بني آدم إلى مسخ؟ مسخ. وتاني بقول لك أنت يا سيدي مش مطالب تقف قدام كل هذه الجحافل. اسكت. اسكت. شفت غلط؟ اسكت. شفت غلط قبل كده ودافعت عنه متورطا بتاع، كلنا بنغلط عند درجة معينة بقى، خلاص لما اعتدنا وبقى المواقف مكررة، ان كل شيء مكرر بالمناسبة، يعني مفيش شيء جديد. مفيش حاجة جديدة، انا مش شايف في اي حاجة جديدة بتحصل في الكورة في مصر دي بقى لها مش فاكر كام سنة. كل شيء مكرر، هو بس الاشخاص بيتغيروا مثلا، السياق بيتغير، بس كل شيء هو يعني. خلاص عند درجة معينة مش قادر تقول ده غلط، ايه اسكت. خلاص. ومش لازم بقى عشان ايه، طب انا نفسي اخد لقطه بس مش هينفع اخد لقطه لان اللقطه دي لو خدتها هقف قدام الجحافل، طب اعمل ايه؟ بس خلاص عرفتها، كلنا فاسدون. اسهل وسيله لتبرئه اي حد هو انك تجيب متهم تحطه في وسط 10,000 متهم، ضاعت القضيه تمام، يعني انتهت القضيه. كلنا فاسدون، كلنا وحشين. وفي ناس ممكن مثلا تقعد تسمع كلامي ده كله بان يقول لك ده محروق من الاهلي. يا سيدي انا ما بتفرجش على الاهلي اصلا، والله ما كنت اعرف ان في ماتش امبارح، ولا بتابع اي حاجه فعلا، ولا بتابع اي حاجه، ومش قادر مش قادر مهما قلت يعني عمري ما هقدر اوصف كم الراحه النفسيه اللي حصل لي. انت لما بتعيش الاحداث كل يوم كل يوم كل يوم بتبقى مش قادر تحس بالمصيبه اللي انت جواها. لما بتخرج بقى تبص عليها من بره بتشوف الموقف فعلا. مش قادر اوصف كم الراحه النفسيه والسلام النفسي الذي امتلأت به لمجرد ان انا بعدت عن الاشياء دي وعن التعامل معاها، وانك كل يوم تشوف حاجه وتطلع تعقب عليها بقى وتعلق عليها وبتاع. ودايما انت لما بتعلق بيبقى عندك احساس ولا واحد في المليون ان كلامك ممكن يغير شيء. لا يا حبيبي، مش هيغير حاجه. هل كلامك هيخلي الاغلبيه مش اغلبيه؟ لا. هل كلامك هيخلي الناس تخاف من الاغلبيه لان الاغلبيه بتعمل دوشه؟ لا. هل كلامك ده هيسمعه الاغلبيه فيقول لك اه والله يا جماعه احنا زودناها قوي ما ينفع؟ لا. كلامك ملوش معنى. ملوش معنى، لن يؤدي الى شيء. هو مجرد صراخ، صياح، فش غل، فش خلق، بس
لكن لن يؤدي الى اي شيء. القواعد اللي انا بقولها لك دي تقدر تحطها قدامك كده، هتلاقي كل شيء مفهوم. في اغلبيه كاسحه، ما حدش عايز يزعل الاغلبيه الكاسحه، حرصا على نفسه، حرصا على نفسه، كل انسان حرصا على نفسه مش هيزعل الاغلبيه الكاسحه. خلاص ابلاي بقى الرول دي زي ما كنا بناخد كده ايام الماثيماتكس. انت خدت الرول، ابلاي الرول دي على اي مساله، هتلاقي نفسك بتحل المساله بسهوله. بس لما انت تحط ناس وتديهم كل هذا القدر من الليفرج او من النفوذ، ايه اللي بيحصل؟ بيتجبروا. البني ادمين كده بيتجبروا، ومع الوقت لا هم لا هيطبق عليهم قانون، لان التطبيق عليهم القانون برضه هيعمل دوشه، ولا هيبقى في ضمير انساني حتى يمنع الموضوع، لان الناس تحولوا الى زومبيز. خلاص بقى في معركه النادي بتاعي والنادي بتاعك دي حولت الناس الى زومبيز. انت ممكن تشوف ابشع شيء في العالم وتتعامل معاه عادي، مفيش مشاكل. ما بقاش في شيء بيخضك، ما بقاش في شيء تشوفه كده تقول ايه ده. خلاص تمام. وكنتيجه لكل ما سبق ان كل شيء بقى عادي. يعني ما بقاش في حاجه دلوقتي تقول ايه، لا اكيد مش للدرجه دي، او لا اكيد دي مش هتحصل، لا هو كذا يا اخي، لا بس ما تبالغش، لا مفيش. يعني انت قادر تتفرج دلوقتي، ممكن تفرح، ممكن تزعل، ممكن يعجبك حاجه ما يعجبكش حاجه. الشيء الوحيد اللي انت مش هتوصل له هنا هو انك تندهش. انت مش تندهش من شيء، كل شيء بقى عادي، كل شيء بقى عادي. خلاص. وعشان بس الناس تفهم، انا هنا لا بنصر قضيه الزمالك ولا في قضيه اصلا للزمالك، ولا في اي قضيه من اي نوع. ما بقاش في قضايا، ما بقاش في حاجه ليها معنى. يعني انا مش بنتصر لمعنى ضد ما خالص، انسى، انسى والله. ما فيش شيء له، ما بقاش في شيء له معنى. الاشياء من كتر تكرارها ثم اعاده تكرارها ثم اعاده تكرارها فقدت معناها، ما فيش شيء ليه معنى. فانا مش عايز اوصل لحاجه، وحتى لو انا عايز اوصل لحاجه مش هوصل لحاجه. يعني هنفترض ان انا يعني ما انا عايز ابدا الكلام عشان انتهي في الاخر عند كونكلوجن. لا لا يا سيدي، مفيش ولا كونكلوجن ولا بتنجان، ولا كلامي ده هيؤدي الى اي شيء، ولا كلام الف واحد غيري هيؤدي الى اي شيء. it is what it is. اللي عايز بقى يتفرج على الكلام ده اتفرج، اللي عايز يتعامل جوه هذه المنظومه، انا اسف جدا انا قلت لك على الحق، يا تبقى معاهم يا هتتبهدل، وربنا مع الجميع. بس ده اللي عندي. آه يعني انت شايف الزمالك ما فيهوش مشاكل؟ انا مش عارف. طب يعني اقولها لك بأنهي لغه؟ طيب انا قلت لك الزمالك رايح في 60 داهيه، هقولها لك بأنهي لغه؟ هو ايه الناس بتفهم ان انت لو قلت ان اليمين كذا يبقى انت تقصد ان الشمال عكسه؟ لا، ما قلتش كده. الزمالك رايح في 60 داهيه، بس انا قادر ان انا اكون زملكاوي واشوف مساوئ عادي جدا، ما احسش ان انا مش لازم ابقى زومبي. يعني مش لازم اشوف بقى حاجه يعني زي الزفت واطلع دافع عنها واقول لا وانتوا بتتكلموا ليه وبتاع ومش عارف. لا عادي، ممكن تشوف تقول ده زي الزفت. انا ما اعرفش سامسونج ده جيب كام وجه ليه مثلا، بس سامسونج ده مش هو المشكله يعني، بس ده يعني واحد بس من ايه، من الامثله. يعني ايه سامسونج ده؟ بجد ايه سامسونج ده؟ ما اعرفش في الجزيره يجدد ليه. لعيب مش سيء بالمناسبه، بس ما يجددش برقم كبير يعني. لعيب التيرن اوفر بتاعه مرعب، يعني عدد معدل فقدانه للكره مرعب. الزمالك مليان، مش عايز اقول الفاظ مليان قرف. تمام، بس عادي ممكن تبقى زملكاوي تشوف كان تقول ده مليان قرف. مش لازم تبقى زومبي، يعني مش لازم تبقى شخص كده ماشي اللي هو بلا عقل بلا بتاع، اللي هو في اتجاه معين انا اناصر هذا الاتجاه، ان شاء الله يا رب يعملوا، انا اناصر هذا الاتجاه عشانك مش عشان حاجه، يعني عشان انت تفضل محتفظ يعني. وزي ما قلت يعني الكلام ده كله لن يؤدي الى حاجه، فخلاص كفايه كده يعني.
هل الشخص قادر على عدم التأثر بالبيئة المحيطة لو كان ضدها في مبادئ معينة ولكن مضطر يتعامل معها؟ لا، هو قدرة أي شخص إنه يأثر في البيئة المحيطة دي قدرة محدودة جدا يعني. ده موضوع محدود يعني، أعتقد، يعني أعتقد حاجة صعبة أوي يعني. مش بقول إنها مستحيلة، بس ممكن يعني، بس هي حاجة مش سهلة يعني. أقصى حاجة حاليا تقدر تعمل، مش أقصى حاجة يعني، مش عايز أقول كلمات مطلقة كده يعني، بس يعني الشيء اللي تقدر تعمله إن الحاجات اللي أنت حاسس إنك مش قادر تبقى جزء منها ما تبقاش جزء منها. يعني في حواليا بيئة معينة بيحصل فيها واحد اتنين تلاتة، أنا ضد واحد اتنين تلاتة، خلاص لا أشارك في واحد اتنين تلاتة. هتخش أنت بقى تعدل الواحد اتنين تلاتة، غالبا الموضوع ده هينتهي بسحقك، يعني أنت اللي هتسحق والحياة هتستمر. فعلى الأقل أنت شفت إن في واحد اتنين تلاتة مش عاجبينك، لا تشارك في الواحد اتنين تلاتة بس. أه، هل ميسي هيفتح سوق جديد للدوري الأمريكي زي ما رونالدو كان سبب في سوق الدوري السعودي؟ رأيك إيه؟ وهل ممكن نشوف دوري قوي ينافس أوروبا؟ أنا لا أظن إن الدوريات الخمسة الكبرى